منهم من الارهاب، منهم من الحوثيين، عسبة انه يقتلون منه، يقتلون اخوانهم. وفككت من طلعت الامارات جو الارهاب، جو الحوثيين، جو اشياء، جات القاعده، حتى لسبب ان قبل كم يوم ان في السجون في المكلا وحضرموت طلعوا دواعش وطلعوا الارهاب. انت سمحت لهذا الشيء؟ كيف تقول الامارات هي تدعم وانت انسان داعم من البدايه ومعروف؟ لا اليمن سلمت منك، لا السعوديه سلمت منك، لا الصومال سلمت منك، لا سوريا سلمت منك، لا ذي يسمونها، لا العراق سلمت منك. يا اخي انتم قمتوا تتدخلون حتى ما بينكم البين قامت تتدخل من بينكم. يا اخي لا يا ابو الجوهره لا تقول كلام ما عندك ادله. انا ما بقول لك انا عندي بطلع لك ادله، انا ما يحتاج، بس انا بوجهك. يا اخي اسال حتى شات دي بي دي بيقول له عطني مبينات ايش اللي صاير في الارهاب، منو دوله اللي تدعم الارهاب، هو بيقول لك فلان الدوله الفلانيه. يا اخي لا تضحك على عمرك، وسويت عمرك هني مضحكه عند اللي يسوى واللي ما يسوى. شكرا، تراك انت عزيز. شكرا الحر. تعقيبا على كلامك، نعم الاتحاد الاوروبي استهجن ما قامت به السعوديه ضد القوات الاماراتيه، وقال في صريح العباره ان المملكه العربيه السعوديه قامت بتصرف خاطئ ضد القوات الاماراتيه لمكافحه الارهاب في جنوب اليمن. نعم هذه انا ما شفته، وشفت الترجمه حقها صحيحه، الترجمه صحيحه. الاتحاد الاوروبي استاء من فعل المملكه العربيه السعوديه، لانها الان تنمي الارهاب والدواعش. الان بدات اصحاب الرايات يخرجوا في المناطق الجنوبيه، والتفجير الاخير هو شاهد على ذلك. التفجير الاخير الذي طال قائد الفرقه الثانيه عمالقه حمدي شكري هو دليل على هذا اللي قلناه الان. تفضل. يقول لك من فرنسا هي من الاتحاد الاوروبي، هي اللي تعلنت هذا الشيء. كيف انت تقول لها والله؟ نعم. يا اخي هذا قلت لك والله يخبط نعم. مش داري وين مقبله. صحيح. يا علي ترى حتى مجلس العموم البريطاني أدان المملكة العربية السعودية بتمويل الإرهاب. طيب يا علي المايك عندي ولا بين؟ نعم تفضل يا شكرا لك. ابتسامة راح ارجع لك ابتسامة. طيب أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا من بث. ما بقطع كلامك أبو البحر، أنا بطلع بنزل بعطي فرصة لغيري للشباب اللي يبغون يطلعون، وسمحوا لنا يا الرابع كلكم، سامحوني في دنيا واخرة طول عمركم، وراكم مسموحين. عرفتوا مرات يمشدات كلام مسموح طال عمرك يا الحر، مسموح دام منك ولد زايد. لا كلنا ما في فرق بيننا، كلكم والنعم فيكم، وسمحوا لنا يا الرابع. بنعطي مجال غيرنا. اخلاقكم جميله جدا عيال زايد، شكرا لكم. شكرا يا علي يا شيخ انت كذاب انت علي. والله حبايبي عشان يسب السعوديه حبايبنا. ايه تفضل يا عيال زايد، احبكم I love you. احبكم يا عم حمد بن سلمان. وين الموضوع بالسب يا جماعه؟ وين الموضوع بالسب؟ الانتقاد يعني السب ابو الجوهره الامارات الخير يزعل ابو الجوهره، انا ما اعرف ليه. لا ما انت مستانس عليهم والنعم سبت العالم السعودية. يا بدون مقاطعة، بس أتحدى أي واحد يطلع لنا في واحد إماراتي يسب. سمحتوا خلونا نعطي بحر. تفضل يا بحر عشان نوصل. والله لكن أولا السلام عليكم. المايكات. نعم تفضل يا رحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا كنت أتمنى من أخواننا الخليجيين يهتموا باليمن حق وحقيقة. دخلتوا اليمن بس في كرة القدم عشان تهزمون اليمن بس، لأن اليمن ضعيف. طيب دخلوا اليمن في مجلس التعاون الخليجي، طيب ضبطوا وضع البلد، ما في. كي انت تضاربون عندنا اخي، هذا كلام بالله عليكم. 70 سنه اليمن مدمر، الشعب اليمني يبغى يعيش شمالا وجنوبا. الاماراتي بيحب اليمني والسعودي، وفجاه ظهر الحب حقكم. يا اخي احنا بناكلين تراب، الشعب اليمني كله باكل تراب. يا تدخلونا معاكم مجلس التعاون الخليجي ولا خلونا ناكل تراب، لا تدخلون فينا ترى ملينا معكم مشاكل. ابشر بالخير يا بحر. خلنا نكمل. مش كيف تلعبون عندنا كوره داخل اليمن؟ انا اقول ابشر بالخير. مشكله على كلام عبد ربه، من معاه مشكله عبد ربه منصور هادي قال من عنده مشكله جاي يحلها داخل اليمن، من عنده غريم جاي يتضارب داخل اليمن. اخيرا احنا مش كره قدم تلعبون عندنا، الله يرضى عليكم. وضع اليمن سيء جدا، وضع اليمن زفت. احنا ما نبغى كلام ونبغى هدره. اذا كان عندكم لفته حقيقيه لليمن الخليج كامل،
كلكم اولاد عمومتنا، وما تعلى العين على الحاكم، لا نسبكم ولا نغلط عليكم، سواء اماراتي سعودي قطري كان ايا كان. اليمن يحتاج نظره حقيقيه في الواقع، تملق في البثوث واحنا معاكم مش عارف ايش، الشعب ياخذ زباله شمال الجنوب يقهر الحمار الداخل. ابشر بالخير، ابشر بالخير. معكم حلول زي الناس ولا خلونا حال نعم ابشر بالخير. اكمل كلامي، بنهي كلامي بجواره. الامارات الله يستر عليهم فحطوا، باقي انتم اخواننا السعوديين وخلونا نذبح داخل اليمن، صلحوا لكم سور بيننا وبينكم والقوي يحكم. تعال ترى من لنا احنا تعبنا. ابشر بالخير اقول لك، ابشر بالخير. عشان نعدي المايك، صلوا على النبي. تفضل يا ابشر بالخير. اقول ابشر بالخير، اقول لك الكلام المعسول. يا ابو جاره يا ابو جاره 15 سنه واحنا نبشر بالخير، نبشر بالخير. ابشر اليمن قريح يا ابو جاره اكثر من كذا. يا شباب خلينا نكمل كلامي يا اخي. يا شباب خلينا نكمل. ما توزيع رواتب هنا داخل الله يرضى عليكم. شويه اليمن اليوم قريح، يا تنظروا لها نظره حقيقيه ولا خلونا نموت داخل اليمن. لا تدخلون بنا. منتخب اليمني دخلكم بالخليج خرجوه، يا تدخلونا كامل يطلعونا من عندكم ورحنا بنسد والقوي يحكم اليمن. انتهى الكلام. تفضل مايك. شكرا لك بحر العرب. تفضل يا الفخامه. بس ودي اقول شغله على البحر. تذكر تصريح خالد الفيصل يوم هو المستشار الملك يقول لابد ان اليمن تدخل معنا في التعاون الخليجي. هذا كلامه حتى قبل سنه. فابشر بالخير يا بحر العرب. الامر باذن الله تتصحح بعض المفاهيم والامر ان شاء الله على خير. اليوم عاد ما شاء الله جت الكهرباء وجت الامور كلها بخير، وان شاء الله الجاي اكثر واكثر. انا اقول محبه لاهل اليمن، مو منا زي اهل الامارات احنا سوينا لا والله بالعكس، احنا نتمنى لكم مثل ما نتمنى انفسنا. يعطيكم العافيه. والله ضحكتني يا ابو الجوهره، والله ضحكتني يا ابو الجوهره. صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي. يا ابو الجوهره انتم فضحتونا امام العالم. اقسم بالله العظيم الامارات لها 10 سنوات وهي تدفع رواتب الجيش الجنوبي لمده 10 سنوات، ما عمرها طلعت صوره. صاروا الخين هربوا، صاروا الخين الانتقالي. صلى على النبي. 10 سنوات. ابو حمده صلى على النبي. خلونا اكمل كلامي انا. والله العظيم الامارات لها 10 سنوات وهي تدفع رواتب 100,000 جندي، ما عمرها لا صورت ولا قالت هذه مكرمة من محمد بن زايد، مع انه خيرهم كثير. شوفوا على الجنوب، شوف اللي ينكر الجميل هذا انسان واطي. تمام. عملت مشاريع، عملت اشياء كثيره جدا. المملكه العربيه السعوديه يوم واحد فقط صرفت الراتب. اي مشاريع يا علي؟ شلوا الشجر. اسالك بالله يا ابو الجوهره، وباعوا سقاطه للوزير الاماراتي. عيب عليك يا علي. لا تغاطى. قناه العربيه، قناه الحدث، قناه الاخباري السعودي الاولى، قناه الاخباري السعودي الثانيه، قناه الاخباري السعودي الثالثه. اقسم بالله شوهتونا امام العرب والمسلمين. حنا دفعنا من 1000 سعودي. كم استلمتوا يمسكوا الجندي كذا؟ كم استلمت؟ يقول والله شكرا. قول شكرا سلمان. يقول له تمام. يقول للجندي قول شكرا سلمان. تمام. يقول شكرا سلمان الخير. يا اخي ذليتونا والله، وحنا عزيزين. اقسم بالله العظيم نحن عزيزين قوم كرام. تذلونا علشان ال1000 السعودي هذا. الله يلعن امه ال1000 السعودي. انا لو الامر بيدي والله لا طحنت. شفت القناه الاماراتيه لا علي تذكر القناه الاماراتيه يوم اخذوا واحد من حضرموت قال احنا نشكر السعوديه، قفل القناه. قال لا يقول شكرا للامارات، شكرا للامارات. ما في شفت يا علي؟ والله ما في. والله يا علي موجود علي. قال شكرا للسعوديه. قال لا وقف. قول شكرا للامارات. قال طيب شكرا للسعوديه والامارات. قال لا بدون السعوديه. والله يا علي شفت. والله من كيسك هذه يا ابو. والله يا علي سووها. تفضل. خلينا نعطي الفخامه. تفضل يا الفخامه. يا ابو الجوهره السلام عليكم. انا بتناقش مع ابو الجوهره. احترم والله. شوف احنا نحبكم يا ابو الجوهره، ما نكرهكم، بس سياساتكم والله شوف كوريها يعني تدخلاتكم. يعني المشكله ان بعض الاشياء انكم تشوفوا الشيء وتتغاضوا عنه وبعدين تسوي نفسك ما شفته. يعني شوف لما تيجي تتكلم على الامارات ان الامارات دخلت بهدف تقسيم اليمن، الامارات دخلت تدعم الجنوبيين. شوف هذه الشعارات والله العظيم انكم كذابين فيها. انا بقول لك ليش. لان اول ما بديت اجيت تدخل في الشرعيه، انت اول صواريخ اذكرك
ذيك الايام. احنا ذاكرتنا مو ذاكره سمكه ننسى. احنا عارفين عندنا قضيه من 94. انت مشكلتك الحين دخلت في الورطه معنا جاي تبغى تحلل، تبغى تجيب كل شيء على كيفك. اول ايام عبد ربه منصور هرب من صنعاء الى عدن. تذكر الثوره الشعب لما بدا يطلع يبغى يطرد على عبد ربه منصور وعلي محسن الاحمر ولا ما تذكر؟ اذا ما كنت تذكر خلي الامارات يذكرك لما كنت ورطان وانت بتدخلاتك هذه. صنعاء رفضتك وعدن رفضتك، لا العاصمه الرئيسيه قابله في الرئيس ولا العاصمه المؤقته قابله في الرئيس. يعني انت شرعيه فاشله كنتوا، فاضطريت انك تدخل الامارات انها تدخل من طرف الجنوبيين، تمتص الغضب الجنوبي، تشوف رغبات الجنوبيين، تهدي الجنوبيين، تخليهم يقبلوا في الشرعيه. شوف والله دخلنا في الشرعيه احتراما لاخواننا الخليجيين، مش يعني تنازلا عن قضيتنا. مشكلتكم بالاخير الحين تيجوا تقولوا عننا ايش؟ شوف عشان احنا دخلنا معكم بالشرعيه وشاركناكم علشان ننجح، عشان ننجح معركتكم في الشمال، مش علشان جنوبنا، عشان نوقف معكم انتم. رغم ان مشكله الشمال هذه خلاص مشكله اخرى، احنا بالجنوب نسمح لي مشكلتنا ثانيه. فخامة اسالك سؤال يا اخي، كان من البدايه 2015 قبل دخول التحالف اعلنتوها دوله، اذا صحيح كلامك. طلعنا ويا الفخامه الحين. انت ناسي يا ابو الجوهره. قبل تدخل التحالف اسمع اول تدخل التحالف مع اول تعال ابو الجوهره، تعال ابو الجوهره انت اضطريت تجيب الامارات تدعى علشان انت تروح مع الشمالي توريه ان الشرعي ان التحالف جاي لمصلحه اليمن، فاضطريت انك تنقسم السعوديه مع الشمال والجنوبيين والامارات مع الجنوبيين. غير كذا ما كان في شرعيه، ما في تحالف راح ينجح لانه عندك غضب شعبي. الفخامه خليني اذكرها الفخامه خليني اذكرها بشيء. تعرف الفخامه اسمع يا ابو الجوهر اكتب الحر عشان اكتب ابو الجوهر. لا بس ابى ارد عليه. لا هو ياس يتكلم علينا. لحظه خليني ما اتكلم عليك. لا والله تكلم، قال لي امارات وما امارات. لحظه ابو الجوهر انا بقول شيء تتكلم عن الجنوب. اسمعني اكتب شوي اكتب. انت مو موجود في اليمن. اقول لك اسمعني بقول لك شيء واحد. انت على اساس انك بس تدخل لليمن دخلت الامارات معك، لان قالها علي عبد الله صالح قبل ما يتوفى. ايش قال السعوديه ما هي مرحبه في اليمن، لكن الامارات مرحبه مليون ترحيب. يوم انك انت عجزت تدخل صنعاء او تتحاور معهم علشان اللي صار فيهم ما قدرت، مش مقبول، دخلت معاك الامارات. اسمعني بقول لك شيء واحد. واذا انت على سالفه الشجره نحن ما شلينا، بس اما النفط اللي انت اللي تغرف منه انا وابوه تضحك على منو يا ابو الجوهر. لو سمحت ابو الجوهر، لو سمحت بسال فخامه، بسال سؤال بس عشان يجاوب. والله السؤال وهو نفس الموضوع. فخامه مو بالحين الامارات استلمت الجنوب تقريبا 10 سنوات، حلو، وقالت انه صرفت وجهزت جيش وقضيته على القاعده وقضيته على الحوثيين. طيب يا فخامه صاروا خير يا فخامه؟ يا اخي عيب عليك يا اخي، والله عيب. يعني والله عيب يا فخامه. حارب اختنا السعوديه يعني؟ لا لحظه، كيف يعني صاروا خير؟ صاروا خير، واحده في المكلا واحده في الضالع. سبحان الله. رجال تعالي الكبر والهياط تتشمت في الشهداء يا ابو الجوهر، تتشمت في الشهداء، تتشمت في 400 شهيد، يتشمت فيهم. خل عندك دم يا اخي. في الشهداء الله يرحم والديك. شوفوا هذا هم تشمات، ما يقول لك صاروا خير 2000 شهيد. يا ابو جوهره ما احنا كارهين لكم يا ابو الجوهره، بس سياستكم اخطاءكم كبيره، اخطاءكم فادحه يا اخي. اقسم بالله العلي العظيم وما زلنا نقول ان شاء الله الحوار يطلع لنا بالجنوب ونكون احنا والسعوديين اخوان. ما احنا كارهين لكم ولا بنكره اخواننا الاماراتيين يا اخي، بس انت تبغى تفرض علي. للاسف الشديد يعني عندكم قواعد الاختلاف زيرو. يعني هذه الاحاديه انا اتمنى ان تبعدوها من رؤوسكم. الشيء الثاني، لما الامارات مثلا داخله في التحالف وهي بطلب رسمي من الامارات ومن الحكومه اللي انتم بتقولوا انها شرعيه، مع ان انا بالنسبه لي انا ما اقرر انها شرعيه. طيب دخلت الامارات و10 سنين في اليمن،
فلنسلم جدلا اذا كان الامارات دورها دور سلبي، ايش معنى بعد 10 سنين طلعت لكم الصحوه؟ اذا بالحاله هذه انتم بتسيئوا للسعوديه. ان السعوديه كان يفترض اذا كان دور الامارات دورها سلبي كان المفروض ان تتعامل معها بالسنه الاولى وتطلعها من التحالف. لكن بالحاله هذه انتم بتهينوا السعوديه من حيث لا تعلمون. اذا السعوديه دورها دور فاشل، وبالحاله هذه حتى ما تعرف تختار حلفاء اذا كان الامارات لها دور، بل اننا انا من الناس الذين يؤمنون ان الامارات لها دور ايجابي، واثمر دورها في الجنوب كامل، وكان لها بصمات مشرفه. بينما الاماكن اللي كانت فيها السعوديه، يعني او خلينا اقول لك حلفاء السعوديه، سواء في مأرب ولا في تعز ولا في الساحل الغربي، يعني كان دورهم دور سلبي، يعني ما تقدموا ولا حققوا اي انتصارات على الارض، واستثمروا السعوديه، وما زالت السعوديه تتغنى فيهم. انا ما ادري يا اخي السعوديين، الاخوه السعوديين كيف عندهم هذا التناقض العجيب. يعني حليفك اللي موجود صادق واللي يحقق لك انتصارات على الارض بتخونه، وكل من يشيد بهذا الدور تقول لك لا انت انسان مع الدوله الوظيفيه، انت مع الكيان، انت مع الازرق، انت مع الاصفر. يا جماعه هذه اشكاليه كبيره. ثاني شيء، وكاننا ارى ان السعوديين بيعادون الدنيا كلها، يعني ما تارة بيعادوا قطر، واحيانا الامارات، وابناء الجنوب، وصومالي لاند، يعني مشكلتكم يعني انتم مضيعين البوصله، او انكم فاقدين صوابكم. يعني لو عندك مثلا واحد تعادي، حط لك خصم واحد وعاده. اما انه مره بيكون حليف، وانتم كنتوا تقولون في البدايه الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي، وبقدره غادر تحولتوا الى من اقصى اليمين المتطرف الى اقصى هم ينتسبون لهم كذي، هم اللي ينتسبون. يعني هذا تخبط واضح. على كل حال انا بالنسبه لي بغض النظر كان اذا في خلاف بين الامارات والسعوديه بكره راح يتفقوا وبيكون على وئام وسلام زي ما اتفقوا مع القطريين. لكن مش معقوله انا انك تجي تستحمرني وتستخف بعقلي وان انا ايدك واقوم اسبسب للامارات ابدا. انا بالنسبه لي لا يمكن تأطرني بهذه الافكار، او ان تجي تقول لي الامارات فعلت، الامارات اذا كان الامارات عندها سجون سريه كما تزعمون، واذا كان الامارات سلخت، واذا كان الامارات فعلت واخذت الشجر، مع انها اليونسكو قالت ان هذه شجره دم الاخوين لا يمكن تعيش الا في سقطرى. كيف بياخذوها الاماراتيين؟ يعني ما شاء الله. فاذا انت عندك هذه الاشياء، انا بالنسبه لي انا لا اؤمن فيها ابدا. واذا كان قصور فهذا القصور فيك انت. اذا في عيب في الامارات فانت من تتحمل العيب، لانك انت قائد السعوديه، قائد التحالف العربي في اليمن، ويفترض ان تتحمل وزر كل ما يحصل في اليمن. هذا اذا كنت قائد. اما اذا كنت تابع هذا شيء ثاني. شكرا. فكر طول عمرك والبقاء. فكر. لا ابو نار، خلينا نعطيه ابتسامه. تفضل ابتسامه. يا جماعه انا ما تكلمت الله يرحمه. انت بعدها مباشره. المشكله الفخامه اخذ علي دوري، وان انا كنت المفروض اتكلم. تفضل يا فخامه، عفوا عليك، تفضل عندك الدور. لا خلاص انا بنتظر ونشوف. انا برغم ان انا كنت ابغى ارد على اخونا ابو الجوهره. ترى نفس الاحساس، انا كنت ابغى ابو الجوهره بس خلاص يعني هو شرد الان ودائما وهكذا. هذا اسلوبهم ترى على فكره، يعني يجون يوزعون سله الاكاذيب والافتراءات، يوزعون يشرد على اساس انها ضربت. بينما في الامس كنت انت متناقض وكنت بتسبسب للسعوديه ليل نهار للاسف الشديد. اما في شيء واحد احب ان اقوله قبل لا هذه الناس اللي يقولوا ان الامارات جاءت تقسم اليمن، يعني انت لاحظ لوين التسطيح، كيف يسطحوا القضيه الجنوبيه، وكأن القضيه الجنوبيه ما كانت ابدا الا لما جاءت الامارات وجاءت عاصفه الحزم وظهرت القضيه الجنوبيه. ما القضيه الجنوبيه موجوده من 94 والشعب الجنوبي بيناضل. الشيء الثاني بيجي يقول لك احنا جبنا لكم كهرباء قراءات، وكان يعرض علي عبد الله صالح حاول انه يشترى ذمم الناس، ولكنهم ابوا الا ان يكونوا احرار واسياد على ارضهم، وان القضيه الجنوبيه مساله لا تحتمل النقاش ابدا. يعني اما وان نكون دوله كما كنا قبل 90 والا يفنى الشعب الجنوبي عن بكره ابيه. اما انك تجي اليوم بعد كل هذا الخراب والدمار والحصار وتجي تقول لي انا جبت لعدن الكهرباء، يا اخي احنا الناس متسولين على قارعه الطريق انك تجيبنا بكهرباء، ولا احنا شعب حر لا يمكن يقبل ابدا ان يعيش عيشه الذل او يعيش تحت رحمتك او يساوم في دماء الشهداء ابدا. الشيء الثاني، الامارات العربيه المتحده جاءت
بطلب رسمي وخرجت بطلب رسمي ودخلت بموقف شريف وطلعت بموقف شريف. إذن احنا بالنسبة لهذا نحفظ الجميل للإمارات، ولا يمكن أبدا أن نحاول أن نقلل من هذا الدور. الإمارات العربية المتحدة قامت بدور جبار وقدمت ودفعت ثمن هذا دماء أبنائها، وارتوت الأرض الجنوبية بالدماء الإماراتيين الشهداء، وكذلك قدمت أكثر من 7 مليار دولار. وهل يعقل بعد كل هذه الدماء وبعد كل هذه الأموال وبعد كل هذه المواقف أن احنا نتحول ونجي ننكر دور الإمارات، أو يضحكوا علينا بكلمتين ونجي نقول الإمارات دورها دور جاءت تقسم اليمن؟ الإمارات دخلت وساعدت أبناء الجنوب. أما القضية الجنوبية فهي موجودة من 1994. تفضلوا. طيب وإذا كان في دليل على أنهم هم معترفين بنفسهم بتقسيم اليمن، إيش تقول؟ فضل الامارات تقسيم اليمن. انا اقول لك القضيه ايوه اذا كان هو في دليل، اذا هم اعطنا دليلك يا الغيث، اعطنا اذا كان في اسمح بس خلينا اكمل. انت يا شباب يا فكر مستقل لو سمحت. سقطت سقطه غريبه يا اخي. اسمع يا ابو الغيث انت الان تقول ان الامارات هي ارادت ان تقسم اليمن، صحيح؟ صحيح بدليل هم مثبتين على نفسهم. نعم. هل الان المملكه العربيه مع الشعوب المظلومه حتى على سقطرة وتقسيم سقطرة والجنسيه اذا قاموا مثلا مع دول مظلومه، ايش دخلك انت؟ ايش دخلك؟ ابو الجوارح فخامه لو سمحتوا ارجوكم غايه الرجاء خلوني اتحدث، حتى لو شويه نتحدث مع هذا الاخ. هذا الاخ يريد ان يسوغ لنا ان القضيه الجنوبيه هذا كما قال فكر مستقل انها أتت بعد 2015. القضية الجنوبية يا أخي السعودي لابد أن تقرأ عن القضية الجنوبية قبل أن تأتي وتتحدث هنا داخل البثوث. لابد أن تأخذ لك نظرة عامة عن القضية الجنوبية، ماذا حدث في القضية الجنوبية وماذا كانت الدولة الجنوبية ومتى توحدت اليمن وماذا جرى عليها من انقلاب من قبل أخواننا في شمال اليمن. تمام؟ هناك انقلاب علينا، انقلاب على الوحدة اليمنية، تم سفك دمائنا، تم تحليل دمائنا ودخلونا بقوة السلاح. تمام؟ نحن 94 ونحن محسلين يا السعودي. اسمع دقيقة سيب السعودي وسيب اليماني كلمة سعودي وكلمة يماني. خلك دقيقة بس يا خلينا نتحدث يا أبو الغيث. الآن أنت تتهم الإمارات أنها أتت من أجل تقسيم هي اللي متهمة نفسها المشكلة مو أنا. طيب الآن أنا أتهم الآن السعودية أنها الآن تريد أن تقسم اليمن. الآن المملكة العربية السعودية رفعت علم الجنوب داخل الرياض. هي صحيح، لا الجنوب لا، هي تبغى اليمن موحدة. يعني أنتم تقسموها على الطريقة الإسلامية؟ لا هي تبغى اليمن موحدة. ولا اسمعني بس. أنا كان من الشعب، أنا نفسي أنا أتمنى الجنوب تكون مستقلة ومعانا، لأنه إحنا نعتبر أهل الجنوب جنوب اليمن يعني هذول مننا وفينا. خلينا نفهم بعض. يعني انت تقصد بهم بالطيارات وهذا تقول مننا وفينا يا أخي. لا ما تخفي. خلونا يقول يباها معانا، يعني خلونا نوصل على نتيجة معه يا شباب لو سمحتوا. الأخ يقول أن الإمارات كانت متهمة بتقسيم اليمن، مع أنه المملكة العربية السعودية هي من أتت بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي من أعطته الشرعية الدستورية داخل اليمن، وهي من جعلت من عيدروس الزبيدي هذا الذي تتهمه الآن المملكة العربية السعودية أنه متمرد وأن القوات هذه العسكرية متمردة. المملكة العربية السعودية هي من شرعنت المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي من شرعنت القوات المسلحة الجنوبية باتفاق الرياض في عام 2021. تمام؟ وهي من ترفع علم الجنوب الآن في العاصمة الرياض، لكن أنكم أنتم تريدوا تفصلوا الجنوب على الطريقة الإسلامية. ما أعرف أنا إيش من طريقة حق. لا مو صحيح الكلام، مو صحيح. اسمح لي. طريقة البنشار حق خاص. المملكة العربية السعودية تبغى اليمن موحدة، أما لما تكون منفصلة عن بعضها ما هي لصالح السعودية ولا لصالح الجوار أصلا لأي دولة في الجوار من اليمن. لما تكون هذه منفصلة عن هذه اليمن. أنت من وين بالغيث؟ من وين في السعودية؟ أنا من المدينة المنورة. قبل كم يوم ما كنت من مكة وأنت صحابي؟ والله يا أخوي أنا وصولي لو نبغى نجي لآل بيت رسول الله من مكة، لكن أيوة. أنا من مواليد المدينة. أنت صحفي صح؟ أنت صحفي؟ لا والله ماني صحفي وأنا أخوك، يا ريت. صوتك معروف، قبل كم يوم كنت تتكلم أنت. ممكن كنت أتكلم أنا يعني على البثوث دائما. الصحفي مو بهذا، هو الصحفي واحد ثاني الصحفي يقول. لكن أتمنى إني أكون، والله أتشرف إني أكون صحفي. بقول لك شيء واحد يا أبو الغيث،
طول عمرك والبقاء. شوف اللعبه مكشوفه كذا خلاص من عند السعوديه. لا والحين طول عمرك اعلنت اليوم السعوديه، امس اعلنت السعوديه انهم راح ياجلون. اسمح لي بس، ولا اخوك معترفين انتم باسرائيل اول حاجه بالتطبيع يا اخي لا معاهم تكلمني باسرائيل. اسرائيل انت قدك مطبع معاها وبعد فلسطين. لا احنا ما طبعنا ولا نطبع. عارف ليش؟ خلنا من اسرائيل الحين نعرف. مو هي المشكله كذا، هي المشكله لا تلف بيع القاره، لا تلف بيع القاره يا حبيبي. هذا ترتيب الامارات. بغيت تنتسب حضرموت تنتسبها لك. سلام يا حبيبي حضرموت كيف تنتسبها لك الحضرموت؟ كيف تبغى تنتسب حضرموت لك؟ يعني اعطنا وقتنا يا اخي، الله يطلعك يا ولدي بنزل. لا ضيع يا رجال لو سمحت. طيب يا شباب كيف اولا يا اخواني السلام عليكم لا ورحمه الله وبركاته. البعض يتكلم والبعض يتكلم. عم عبده الرجال ما تفضل عشان نكون منصفين للناس خير، خلوه يتحدث. بالنسبة لليمن حنا طول عمرنا نعتبرها واحد، حتى لما كانوا عندنا قبل مشكلة صدام وكانوا عندنا في السعودية كانوا يمتلكوا بيوت ومننا وفينا ونتزاوج مع بعضنا. وأنا زوجتي الله يغفر لها منيب، الله يرحمها ويغفر لها، فحنا واحد ودمنا واحد. عمرنا ما حنختلف عن اليمن. اليمن نبغاها تكون سعيدة باسمها. أنا مزوج من روسيا، يعني توحد مع روسيا؟ أنا مزوج من روسيا. يا خلاص يا الجوارح الله يرضى عليك يا جوارح. انت لا بالنسبه للنسب مترابطين. نعم حقيقه لا نكذب على انفسنا. تفضل يا ابو الغيث تفضل.